ماذا قدم اوسكار للتحكيم المصري بعد الدعاوى التحكيميه والفضائح التحكيميه اللي بنشوفها من التحكيم المصري؟ يعني مساء الورد، مساء الفل، مساء السعاده على 100 مليون اهلاوي عايشين على ارض الدنيا واحلى واجمل الاوطان، مصر العظمى. شاء من شاء وابى من ابى، يا مصر العظمى تحيا مصر. رغم انف كل حاقد وحاسد وكل واحد مصر عامله له مسمار في دماغه، مصر عامله له حرقان. فينا بعض الجماهير العربيه كده، يعني مصر عامله لهم حرقان شويه. هنشوف احنا الموضوع ده وهنشوف لهم مرهم يعني. والله في شويه اسئله كده يعني من جمهور النادي الاهلي على وجه الخصوص وجماهير الكره المصريه بشكل عام، يعني للاستاذ هاني أبو ريدة، هامان القوى المصريه وامبراطور المناصب في الاتحاد المصري والافريقي والدولي. الاستاذ هاني أبو ريدة لما جبت قبل كده فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللي فشل مع منتخب مصر وانهيت التعاقد معاه، ومشي الراجل وخد الشرط الجزائي بتاعه والعقد بتاعه كامل. وبرضه كان من قبليه في اتحاد القوى، تقريبا كانت في الفتره اللي تولى فيها جمال علام اللي مسك رئيس اتحاد القوى، اللي ما كانش يعرف عن كره القدم شيء، كان اجيري برضه المدير الفني للمنتخب اللي جه ولعب بطوله افريقيا في القاهره، وطبعا خرجنا من دور 16 على ايد جنوب افريقيا بفضيحه. برضه انهيت عقده وراجل مشي وخد الشرط الجزائي وخد عقده كامل. احنا دلوقتي عندنا اوسكار رئيس لجنه التحكيم، يعني الراجل ده قاعد وبيقبض بالدولار، كل دول كانوا بيقبضوا بالدولار على فكره. اوسكار رئيس لجنه التحكيم، المفروض ان الراجل ده جاي يطور منظومه التحكيم في اتحاد القوى المصري. طب هو هنا في سؤال لازم نقوله غصب عننا، لازم نساله: ماذا قدم اوسكار للتحكيم المصري بعد الدعاوى التحكيميه والفضائح التحكيميه اللي بنشوفها من التحكيم المصري، واخرها محمود وفا الذي لا يعرف شيء عن الوفا؟ وبالمناسبه حته صغيره كده، محمود وفا يعني هو كحكم زملكاوي، هو واسرته معروفين على فكره، يعني لما تروح بلدهم هم معروفين في بلدهم انهم زملكاويه. طيب اوسكار طلع بعد مباراه الاهلي وسيراميكا قال لك لا، ضربه الجزاء غير صحيحه وقرار الحكم صح. احنا بس نفسنا نفهم القصه ماشيه ازاي. يعني كل الحكام سواء اجانب او مصريين قال لك ضربه الجزاء صحيحه 100%. معنى ان رئيس لجنه التحكيم المصري اللي هو اوسكار يطلع يقول الكلام ده، ان الراجل لم يقدم شيء، يعني الراجل لم يقدم شيء للتحكيم المصري، والراجل ده بيقبض بالدولار. طب مع كل احترامي للمهندس هاني أبو ريدة او هاني ابو خيبه، لان هو كان رئيس اتحاد القوى، راجل فاشل ولم يقدم اي شيء للقوى المصريه، ماذا قدم اوسكار للتحكيم المصري؟ مفيش. هل ممكن في يوم من الايام نشوف اوسكار ماشي يتم اقالته وياخد عقده كامل بالدولار؟ هو بعض الجماهير المصريه تكاد تجزم ان القصه بقى فيها كده عمولات وسمساره. الواقع بيقول كده، من منظومه فاشله وفاسده اسمها منظومه اتحاد القوى المصري اللي ماشي بسياسه سمك لبن طمو هندي. عزبه هاني أبو ريدة والصبيان بتوعه احمد مجاهد وطه عزت، شويه الفشل اللي موجودين الذين لم يقدموا اي شيء للرياضه المصريه. نداء لمعالي الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه: نظرا يا معالي الوزير للفساد الاداري اللي موجود في منظومه كره القدم المصريه، وهنفضل نقولها اذا كان فيها حاجه حلوه في كره القدم المصريه يبقى هو النادي الاهلي، وابقى الاهلي دائما وابدا فوق الجميع. الحمد لله على نعمه النادي الاهلي. سلام يا اهلاويه.